بعد الثورة محدش كان فاهم أي حاجة. المشكلة ما كناش عارفين نبتدي منين، بجد كان في عك. المهم نزلنا انتخبنا في السنة دي، بس للأسف كانت في ناس فاكراها كده، وبقى عندنا أول رئيس جمهورية مدني منتخب، وقلنا هو ده اللي هيحقق لنا كل اللي كان نفسنا فيه، يعني حق الشهداء رجع وكل واحد فاسد خد عقابه. وعلشان بقى في قانون في البلد، الواحد ما بقاش يشوف اي بلطجي في الشارع، والامن بقى موجود، والناس ما بقتش خايفة زي الاول. انت ممكن تمشي الساعة 2:30 بالليل في الشارع، محدش يقولك انت رايح فين ولا جاي منين. ويا سلام بقى لو نسيت عربيتك مفتوحة، هتيجي تلاقيها زي ما هي. وعشان بقى في امن، الواحد شاف كمية سياح، الناس بتوع السياحة دول بجد ما كانوش ملاحقين من كتر الشغل. وطبعا عشان السياحة الدولار رخص، وبقى في طلب على الجنيه المصري اللي بقى ليه قيمته. ده انت ممكن تعيش ب10 جنيه في اليوم. كل حاجة بقت رخيصة قوي، ده انت ممكن بدل ما تشتري حاجة واحدة تشتري 2 و3 و4. تقول ايه بقى؟ اشترى. والحاجة ما بقتش رخيصة بس، لا وايه، دي بقت متوفرة. وبالذات البنزين كانت احلى حاجة بالنسبة لي الصراحة. كانوا بيشوفوني راكن فين وكانوا بيجيبوا لي البنزين دليفري. وعشان المواد البترولية متوفرة، محطات الكهرباء كانت شغالة زي الفل، والكهرباء عمرها ما قطعت. فين الجزمة البني يا ست انت؟ هيبقى نشوفها لما الشمس تطلع. الشمس تطلع ماشي يا ولادي. طبعا المشاكل دي مش سهلة، ده تراكم سنين، بس الشعب اتأثر. في ناس قالت كفاية لحد كده، مع ان المشاكل لو كانت اكبر من كده 100 مرة كانت الناس هتستحمل، بس لو كانت حاسة ان ليها رئيس بجد. عشان كده الناس نزلت كتير قوي، بجد كان في رجالة خايفة على البلد، وكانت في بنات فعلا تشرب زي ما بيقولوا ب100 راجل. وده ما يمنعش ان في ناس ما كانتش عايزة الجماعة دي بالذات تحكم مصر. استاذه شيري في زون هنا. ايه ده؟ انت عرفتني؟ ايه رايك في اللي بيحصل يا استاذ؟ والله انا شايفه، انا مش فارق معايا اي حاجه، بس اهم حاجه ان الجماعه ما تحكمش. وبعدين تعالى هنا كده. انت تعالى. انا احلى حاجه عملتها اني رسمت تاتو علم مصر على كتفي. لا سيبك من ده، في واحد على ظهري. هوبا. مش هينفع يا نهار، بس لو كان نزل لتحت شويه كان هيبقى احلى. وفي ناس كانت فاكراها خروجه. ايه ده؟ انتوا بتصوروا؟ استنى عشان ماما عايزه تشوفني. مش كده حلو؟ انا اسمي تيتو، الشهير بالمناضل، المناضل قوي. يا جماعه انا شايف ان هو لازم يمشي، عشان مش كل يوم هينزل والدنيا حر. انا لو اعرف ان الدنيا حر كده كنا شلناه في الشتاء. ايه يا سامو؟ اتحاديه؟ ثانيه واحده ثانيه. لا مدام فيكتوريا المعادي بقى. ها؟ وفي ناس كانت نفسها تحس بالديمقراطية وإن صوتها ما راحش على الأرض. وفي ناس خايفة أمن الدولة يرجع تاني، اللي أهم حاجة عند الرجالة بتاعتهم إن يخلوك تعبر عن رأيك بحرية. لا ومش بس كده، ده بيوفروا لك الجو اللي بيساعدك على كده. ده ممكن كمان يدولك جلسات، قصدي كورسات في التعبير عن الرأي. وفي ناس ما كانتش عايزة النظام القديم يرجع تاني. لا مش قوي كده يعني، لا انا بتكلم عن النظام اللي كان فيه فساد وسرقه وبلطجه وتزوير ايوه هو ده. وده ما يمنعش ان في ناس بتعمل اللي بيتقال لها بالظبط من غير ما تفكر، شمال شمال يمين يمين. المشكلة مش في كده، المشكلة ان في ناس تطلع تقول لك الاسلام هيضيع، الجهاد، وتيجي تخش على التلفزيون او على الانترنت تلاقي ناس بتقول لك هم واحنا، هم مين واحنا مين، وكل عمال يشهن، وطبعا حسب مصلحتك فين. الموضوع وصل لدرجة ان لو حد كويس بس رأيه غير رأيك عادي جدا لما يموت، وممكن كمان تتاجر بدمه او تبرره على حسب الموقف. ولو حد بلطجي او ارهابي بس رأيه زي رأيك عادي جدا يبقى حبيبك. حته دراما بقى. انا بجد مش عارف هو احنا ليه بقينا كده.
احنا شعب عظيم بيرضى بأقل حاجة، مش عايز أي حاجة غير إنه يعيش عيشة كويسة. أقل حاجة ممكن تفرحه. شعب كوميدي بطبيعته. أحلى ابتسامة في الدنيا ممكن تشوفها. شعب متدين ملتزم قوي. يا ريت كلنا نرجع إيد واحدة عشان نبني البلد دي.